محمد مريح نصر بالنصر قد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بسرت العيس بطن سبسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تصعب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أصدق عبد بالحق يا رب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد خير الورى منهجا وصواب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد بطير يمن غنى فأضراب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده عدم شانه صلى خلق الله الخلق عليه الحكمة وطوى عليها علمه صلى الله وبسط عليه لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة صلى الله فلقد عليه إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتسرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله وما عليه أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بتراس التكريم اللهم صل
صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع. صلى الله عليه. تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. تنحس الأفراد بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد. صلى الله حيث عليه. أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرب بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في صلى الأكوان. الله فما من عليه. سر اتصل به قلب منيب إلا من من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب اللهم صل عم وسلم عليه. الأنام نوالا. صلى الله جل من شرف الوجود بنور غامر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. في الحسن على مقام وتناهى في مجد وتعالى. صلى الله عليه. فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلالا. صلى الله عليه. قد رعد رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان صلى الله عليه. عجز وصف اللسان ويحار في تعكل معانيه الجنان. صلى الله عليه. في عالم البطون والظهور صلى الله ما عليه. ملا وجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول اللهم صل من وسلم أنفسكم عليه. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى آله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير تردد.
ردها إلا الصلاة على النبي محمد. بشرى لنا نلنا المنى زانا على وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى والدهر أنجز وعده
الله أن لا عليه. إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه. باليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد اللهم صل الصادق عليه. في قوله وفعله صلى الله عليه. ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله صلى الله عبد عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال صلى الله وقام عليه. بحق الربوبية في مواتن الختمة لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه الله وينبثق في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله ويكتب عليه. بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما أمطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه. بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم صلى الله عليه. بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادات بشرا لك البشر صلى الله ونورا عليه. حيرا الأفكار ظهوره وبهر صلى فتعلقت الله عليه. همة الراقم لهذه الحروف أن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت
يأتي الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتذوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل استفاده الفم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار صلى الله عليه يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى في حدائقه الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه ومنه تفرع الوجود من خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبي في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين صلى الله عليه أصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه محمد وأشاؤها بمعونة
آية الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، صلى الله عليه. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا، صلى الله عليه. ولا تشكو منه ألما ولا عللا، صلى الله عليه. حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله، وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الذرة المكنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج، صلى الله عليه. بقرب نور شراك هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة، صلى الله معلنة عليه. بكمال البشارة، صلى الله وما عليه. من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات، صلى الله وخروجه من عليه. عالم الخفاء إلى عالم الظهور، صلى الله بعد عليه. تنقله في البطون والدور، صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، صلى الله وبسط عليه. في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أقم الصلاة على الحبيب فصلاته نور وطيب. الله صلى عليه والملائكة الكرام، وينال من صلى عليه، وينال من صلى عليه الخير من رب مجيب. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء.
الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء والمألوف غرة للملهوف إنكم بها درى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب نفحة للمكروب إنكم بها درى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء لما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يدي أقصى غرامي أحظى بالشهود يدي أقصى غرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام يا زكي الجدود وأرى باب السلام يا زكي الجدود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود وأنادي يا تهامي يا معدن الجود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه فحين كربا ووضع هذا الحبيب صلى الله عدد عليه السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب صلى الله وامطار عليه الجود الإلهي على أهل الوجود تأثيرا صلى الله وألسنة عليه الملائكة بالتبشير للعالمين تعالى سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور صلى الله عليه فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه أمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق المنذور صلى الله عليه سيدة
ومريم والسيدة صلى وآسيا الله عليه قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه كتب الله على هدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه من النور على عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. مولانا محمد Bakhusyuk hadiraki Rasulullah ning atena pakerong ka Kanjeng Nabi bakhusyuk أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاقربوا يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد نهج السبيل مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا
بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا صل على محمد يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله يا رسول الله يا عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده السماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مقتولا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك الإشراف عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت ثم ألبست وأضجعت فلم أنشب أن غشيني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسرف ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول
أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله، فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه، وأن عيني عنايتي في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا، برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. الله إذا دعاه عليه. المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. صلى وهو الله الأب الشفيق عليه. الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، ويعرف في ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. صلى الله أوصاف عليه. قد تعالى مجدها أخذت على نجم سها بإنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه. فحسن مني أن أمسك عئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من تعالى علوه في ارتفاع، علو في ارتفاع، اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك، وخذ بنا في طريق
اتباع طريقة المجتبى أحمد مصطفاك. نسير في ضوء هذا كشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك. يا خير محبوب للمولى وداع الوداع. الله قربك منه واصطفاك. يا من تعالى علوه في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل هدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين.
وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أدمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجهته أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرص المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نهتم دعاء المرض بالضرار وبنية الشفاء على كل أهلي وأزواجي وأولادي وكلهم جميعا من الحاضرين والحاضرات من المسلمين والمسلمات وبنية صاحب الخال في هذا اليوم صاحب السران الحبيب هادي بن صادق بن شيخ أبو بكر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وبنية المرحوم Kiai Asy'ari Bapak Amir Hajah Siti Khadijah Mbok Satmi Pak Syukur wa usulihim wa furu'ihim wa ikhwanihim wa azwajihim ajma'in Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yudi darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafatihim bid din wa dunya wal akhirah Allah wa biniyati shifa Allah shafi Allah maafi Allah shafi Allah maafi Allah shafi Allah maafi la shifa illa shifa'u bil khusus ala waladi Abu Bakar bin Muhammad al-Jufri وببركات كلهم جميعا من ذرية الرسول المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة هذا المجلس المحبين في هذا الليل وإلى هدرة النبي الفاتحة.